السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد وصفه جديده. اليوم نشارك معكم الخبز بالسميده بدون الدقيق الابيض اللي كيجي ناجح 100%. كيجي خفيف بحال اللي كناخذوه من المخبزات. ما عليكم غير تبعوا الفيديو من التالي باش نشرح معكم الوصفه على بركه الله. ندوزو للطريقه. سجلوا عندكم الوصفه. غتحتاجوا هذا الخبيز في الصباح ديال العيد. في المكونات كنحتاج جوج زلايف من السميده، وكنزيد ملعقه كبيره من خميره الخبز، ونصف ملعقه كبيره من الملحه، وشويه من الكرويه اختياري، وغنزيد ملعقه كبيره من العسل، وغنزيد جوج زلايف من الماء يكون دافئ. وهنا كما كتشوفوا كنجمع الخليط غير بهذه الطريقه، ما كنجمعش العجينه، غير كنخلطها بهذه الطريقه ونخليها حتى تخمر. وهنا عندي الخليط ديال العجين بعد ما خمر. كنبدا نخدمو بهذه الطريقه كما كتشوفوا، كنطلع وكنهبط حتى كيتبدل اللون ديالو، خلط مزيان كما غتشوفوا معايا. هنا كنحصل على العجينه على هذا الشكل، وكنزيد واحد ملعقه كبيره من الزبده، وكنعاود نخدم العجينه بنفس الطريقه. كما كتشوفوا كتجي العجينه شويه جاريه. كنزيد واحد الكاس من السميده، كنجمع بها العجينه ديالي حتى نحصل على هذا الشكل. وهذا هو الشكل ديال العجينه بعد ما جمعتها. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجينه، ما كتكونش قاصحه كما كتشوفوا، راه كتكون رطبه. كندهن يديا بشويه من الزيت، وكناخذ واحد الكميه كما كتشوفوا في الفيديو، وكنحطها في السميده. كندورها في السميده مزيان على هذا الشكل، وكنحط العجينه في الصينيه ديال الفران اللي فرشت ليها بابي كويسون اولا هاد الفراشه ديال السيليكون، ضروري باش ما تلصقش لينا العجينه. وغنخلي العجينه تخمر مره ثانيه، ندير هكا واحد التقيبه في الوسط، واحد التقيبه خفيفه كما كتشوفوا، وندخلها الفران اللي كنشعلوه من الاسفل ومن الفوق باش طيب خطره وحده. كما كتشوفوا راه ما كنقرصهاش، كنحطها كما حطيتها في الاول. بالنسبه لطريقه الطياب مهمه جدا. كنجهدوا الفران باش يطيب بخطره وحده، ما يجيش قاصح. الا نقصتوا الفران غيجيكم الخبز قاصح وما غيجيش هشيش بحال هكا. جهدوا الفران باش يجي الخبز طايب مره وحده، كيجي خفيف بحال اللي كناخذوا من المخبزات. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز كما شفتوا معايا بطريقه سهله ومبسطه. هذه هي وصفتنا اليوم. نتمنى اعجابكم، وإلا عجبتكم كما العاده ما تنساوش لايك الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.